يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. كيف أعرف أن الله يحبني؟ سؤال رائع جدا. إن كنت تحب الله، إن كنت تعلم من نفسك أنك تحب الله فاعلم بأن الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. الحديث. فإن كنت تحب الله امتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة محبة الله أصل من أصول الإيمان. شجرة المحبة محبة الله شجرة في أصل القلب أو في قرار القلب، جذرها في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى، تؤتي ثمارها من الاتباع والامتثال والاجتناب والوقوف عند الحدود والخشية والإنابة والتفويض والرجاء إلى غير ذلك، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لازمة لمحبة الله عز وجل، وعلى قدر محبتك لله تكون محبتك لرسول الله وليس العكس، وعلى قدر محبتك لله تكون محبتك لرسول الله، لأن محبتك للنبي تابعة لمحبتك لله جل وعلا. فعلى قدر حبك لله يكون حب الله لك، على قدر حبك لله يكون حب الله لك. واسمع التانية دي كمان: وعلى قدر رضاك عن الله يكون رضا الله عنك. أنا أرضى عن ربي، أيوة، ما أنت عمال كل يوم بتقرأ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيه رضا عن الله وفيه رضا من الله. أن ترضى عن الله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. الحديث: رضي الله عنهم ورضوا عنه جل جلاله. فالرضا عن الله بقدر رضاك عن الله بقدر رضا الله عنك. ثم خذ هذه العلامة الثالثة من علامات حب الله لك وقبول الله لك، وهي مهمة جدا. يا الله، ذكرت كلاما في الجمعة الماضية لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى يكتب بماء العيون الخاشعة، يقول: إذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، وينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. دي العلامة، خلي بالك. إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. محتاج تسمعها كمان مرتين، لا مرتين، اسمعهم كمان مرتين. خلي بالك لأنه كلام غالي قوي، ما يقولوش إلا ابن القيم بس، فيما أعلم يعني لا يقول هذا إلا ابن القيم رحمه الله. يقول: إذا أشرق القلب بنور الطاعة، ما احنا اتفقنا أن للإيمان نورا في القلب، اتفقنا أن للإيمان نورا في القلب. فإذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه، أي إلى هذا القلب، من كل ناحية. والله العظيم سعادة وراحة استقرار وغنى وعز ومال وجاه
الناس فهمها غلط وحسبنها غلط. كثير من الناس يتصور أن طريق الله ما فيش فيه سعادة في الدنيا. لا إطلاقا. مين اللي قال؟ بل لا تستشعر ولا تتذوق طعم السعادة في الدنيا إلا وأنت في طريق الله، إلا وأنت مع الله، إلا وأنت على طاعة الله. والله لن تتذوق طعما للسعادة ولا لذة للاستقرار ولا للرخاء وأنت في معصية. هذا وهم، ده لذة مؤقتة، لكن تجني بعدها الندمة الذي يعكر عليك صفو حياتك حتى ترتكب معصية ثانية لتعيش في نكد آخر، وهكذا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لابد أن يتحول كل شيء من وسائل المتاع والنعيم إلى ضنك. فإذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. دي علامة قبول الله لك، ودي من علامات قبول التوبة، من علامات قبول التوبة، من علامات قبول عملك في رمضان، من علامات قبول عملك الذي كنت عليه في رمضان أن تنتقل من الطاعات التي كنت عليها في رمضان إلى طاعات أخرى في شوال وفي سائر الشهور والأيام حتى تلقى الله عز وجل. من علامات قبول الله لعملك أن تظل على الطاعة وأن تنتقل من طاعة إلى طاعة. وذلك أنا قلت في الجمعة إن المؤمن برنامجه ما بتغيرش، لا تغير. ما عنديش زيادة أزيدها باستثناء الصيام اليومي بس، لكن لازم قيام لازم يكون لك قيام ليه؟ قرآن لازم يكون لك ورد من القرآن، ذكر لازم تكون في كل يوم في ذكر، وهكذا. ما عنديش حاجة زودها، ما فيش برنامج زيادة في رمضان أعمله باستثناء الصيام. هو ده المؤمن. أفكر طب أزيد إيه؟ لا، ما فيش. نفس البرنامج، حتى نفس الطعام، نفس الشراب. يقول الأولاد طب هنشتري، لا ليه نشتري؟ ليه نشتري حاجات ليه؟ هو رمضان شهر الأكل، طب نشتري زيادة عن بقية الشهور؟ المفروض نبقى أقل شهر. لا، ما فيش حاجة تيجي زيادة إطلاقا، ليس عن بخل أبدا، حاشا لله، وإنما عن قناعة بأن هذا شهر الصبر، شهر الصوم، شهر التزكية، شهر التصفية، شهر التربية. إنما نشرب الأسطال ونأكل الأطنان، ثم بعد ذلك نطلب تقوى الرحمن اللي هي الغاية من الصيام. ما أقدرش، مش هقدر أحققها ولا أحصدها. فالشاهد من علامات قبول الله لك في رمضان أن تظل على الطاعة التي كنت عليها وأن تنتقل من طاعة إلى طاعة. إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلام المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. كلام واضح يا أخوانا؟ كمان مرة تالتة ولا كفاية حفظتوها؟ كمان مرة تالتة. حاضر. إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. أسأل الله أن ينير قلوبنا ويكن بنور الطاعة. عرفت؟